يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب. يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب، نصرتوا بالشباب. يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب، نصرتوا بالشباب. أن جميع المصادر الكبرى للدخل في مصر مش مصادر ذاتية، وأنا ذكرت الكلام ده قبل كده، إن مصر بيدخل لها مثلا دخل من السياح، والسياح دول في إيد الأجانب. لو فرنسا قفلت وألمانيا قفلت وأمريكا قفلت ببيان من سطر واحد تقفل السياحة. إنه قناة السويس كذلك، قناة السويس صحيح مهمة، لكن السفن دي بيان واحد يقول لهم ان ممر قناة السويس غير آمن، وده حصل لما تفجيرين تحت في مضيق باب المندب حصلوا، قفلت دخل قناة السويس تماما. تحويلات المصريين في الخارج مهمة جدا في الدخل القومي المصري، لكن اتفرج ليبيا في يوم من الأيام كانت بترمي لنا المصريين مرة في مالطا ومرة في قبرص ومرة، لأن ما فيش طيران مباشر أصلا. ولما ذكر والله أعلم إذا كان ده صحيح ولا لا أن الإمارات بتهدد بتصفية العاملين المصريين في الإمارات، وفي الكويت لما حصلت الأزمة ونزلوا المصريين، وفي العراق اللي كانوا بيجوا سواء في صناديق وهم موتى. المسألة أنها قائمة على الخارج أيضا. حتى البترول يا راجل، البترول اللي كان في مرحلة من المراحل شركات استخراج البترول أمريكاني وشركات تسويق البترول أمريكاني، وما عندكش قدرات داخلية لاستخراج بترولك، ولما وجدوا أن الكفاءات بدأت تتحسن ويبقى في شركات وأفراد ومهندسين، فرضوا على مصر معاهدة السلام. ومعاهدة السلام بالنسبة للبترول كدخل قومي كارثة محققة، مصيبة، ده عار، لأن معاهدة السلام فيها معاهدة السلام مش معناها ان مصر كانت بتحارب اسرائيل وخلاص ان شاء الله مش هنحارب بعض ونبقى في سلام. ده معاهدة السلام فيها نص صريح بيقول ان المصريين ما يقدروش يبيعوا البترول بتاعهم. لو 85 مليون مصري اجمعوا على انهم يبيعوا بترولهم، ما يعرفش يبيع قطرة بترول في اي حارة من حواري العالم كله، الا اذا الاسرائيليين منعوا قالوا لا احنا ناخد احنا البترول ده. ما تقدرش، لازم يأذنوا لك، وهذا الكلام موجود نص. فإذا فوجئت بأن مصادر الدخل القومي المصري كلها، حتى البورصة، انت متصور حضرتك وقعات البورصة وهم متخصصين البورصة بيتكلموا كل يوم وبرامج البورصة وغيره. انت عندك ايه يعني؟ ملايين مليارات، اللي بره عندهم آلاف المليارات يخشوا يخضخضوا البورصة الأجانب، يشتري يبيع يشتري يبيع يشتري يبيع ويروح الواقعة اللي بتحصل في البورصة دي عبارة عن انه بيلم مدخرات المصريين ويخرج، وبعدين يرجع يدخل مرة تانية. اذا كل مصادر الدخل المصري، بل حتى ما ينتج من مصر، اصبح معنى كده ايه الحكومة، ايه الحاكم المحترم ده عامل اقتصاد بلده كله بناء على انه يركع ويسجد ويتعامل مع الخارج، وليس عنده هنا في مصر اساسا شيء يبني عليه اقتصاده مطلقا ولا بنسبة ما. فالحقيقة البرنامج يقوم على اعتبارات، من ضمنها انه لا، انا لازم احول الادوات الرئيسية اللي موجودة عندي الى ان يبقى اقتصادي داخلي اعرف. يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب. يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب، نصرتوا بالشباب. يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب،
نصرت بالشباب. يلا نرسم بكرة الأحلام، نزرع أرض الوطن الأغلى. يلا نرسم بكرة الأحلام، يلا نرسم بكرة، نزرع أرض الوطن الأغلى. ونخلي رايتنا تعالى، والبركة بالشباب، والبركة بالشباب. يلا يلا يا شباب، يلا يا شباب.